الناس بيقولوا عيد صار السنة والله زي بكون. يا أخي العريس ما محمل، لا في دلوك لا صوت، مع إن الناس دي قاعدين بالمناسبة. فيا إخواننا الناس ناس العريس لسه ما جو، ما تقلقوا، أول ما يجي أنا بسكت. الناس أصله شفتك العقد ده بيقلقوا قلق شديد، أنا ما عارفه أصلا بدون المضي في العقد. طيب لا أحسن لك كده، أحسن لك كده. الشيء الثاني حقيقة الزواج ده صامت، الصيوان ده فيه وصلنا. العرس ده الناس بيقولوا عيد صار السنة والله زي بكون. يا أخي العريس ما محمل، لا في دلوك لا صوت، مع إن الناس دي قاعدين بالمناسبة. لكن يا إخواننا هذا من الخير أن يبدأ الزواج بهذه الصورة المبسطة وبهذه الصورة الطيبة، ونسأل الله أن يبارك في هذه الزيجة. وحقيقة قليل من الزيجات في هذا العصر هي التي تلتزم هذا النهج، والقليل هو الذي لا يكون فيه اختلاط، وحتى لو في العقد تم العقد فما بعد العقد فيه من المشاكل وفيه من البلاوي وفيه من المخالفات الشرعية الشيء الكثير، مع أنهم في العقد يقولون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المتفق عليه بيننا. ده محل العقد، كان في الجامع جامع، وكان في الصيوان في الصيوان. بعد المغرب عينك ما تشوف إلا الظلمة، نور بين كنور إلا الظلمة، عينك ما تشوف إلا الظلمة، لأنه أي شيء في مخالفة شرعية ما بكون نور، هذا ظلام عياذا بالله. طيب الكلمة عن الزواج، أستاذ أحمد جزاه الله خير أرسى قاعدة مهمة جدا، أن نمارس الزواج كشعيرة وأن نعبد الله به، وهذا صحيح. عامر ابن أبي ربيعة بعد أن توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وتمت زوجته العدة تقدم لها وتزوجها، وكانت عنده ثنتان، وزوج 2 قبلها وهي الثالثة. فقالوا له ما لك وما لها؟ قال تزوجتها لأتعلم منها حال عمر في قيام الليل فقط. زواج عنده أهداف وعنده غايات. الشرع يرقى بمفهوم الزواج مع أنه الكون كله يقوم على مبدأ الزوجية.